في إيطاليا في بداية القرن السادس عشر الميلادي، أو ما يسمى بالعصر الباروكي، كان الملوك والعوائل النبيلة والعوائل الثرية يستضيفون المغنين والفرق الموسيقية عندهم في القصر. وكانت هذه بداية الأوبرا في روما في إيطاليا. بعد إيطاليا دخلت الأوبرا إلى أوروبا كلها باستثناء فرنسا، وبدت مرحلة جديدة من الأوبرا وعالم الأوبرا في تصاميم الدور، أشكالهم، طريقة العرض، طريقة التقديم للعالم. واشتهروا في ذيك الحقبة مؤلفين عظماء جدا أمثال موزارت، بيتهوفن، شوبرت وغيرهم. وكانت الأوبرا رسالة عالمية للناس كلها. وما زالت الأوبرا تتطور بتطور العصور، فبعد العصر الكلاسيكي دخلنا على العصر الرومانسي، فأصبحت الأوبرا تناقش قضايا الحب والعشق من ناحية العواطف والصراعات الداخلية والرسائل الأدبية المشهورة مثل مسرحيات شكسبير وغيرها. وحنا هنا في الحدث الأكثر شهرة خلال الشهر الماضي، التحفة الفنية في مركز الملك فهد الثقافي، أوبرا زرقاء اليمامة. الأوبرا اللي خلال 400 سنة طلقتين للموضوع، لأن حدث جميل تعبانين عليه ودهم انه يوصل للناس. طبعا انا عيوني بناقصه خالات مثل اللي قاعد تسويه لضادي، بس ودهم انه يوصل للناس بشكلها الحقيقي انهم يعيشونه هنا. العرب يقولون لولا الروابح، فيوم تحضر أول عرض مو بزي كل عرض ممكن تحضره للأوبرا في المملكة، شيء استثنائي مستمر إلى 5 ماي. إن كانك ما حضرت للحين لا يفوتك. ميزة المنظار ذا إنه يخليك تشوف الناس على حقيقتهم. إيش فيك؟ ما شتمتك، إيش فيك دريت أنا شتم؟ عارفك زين. لا اللي بعد أنيك ما شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير من أوبرا زرقاء اليمامة، الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وهو امتداد لحضارة بشرية للتعبير عن الرسائل اللي امتدت من 1600 ميلادي إلى هذه الحقبة، إلى هذا الوقت. أهلا أبو عبد العزيز، مرحبا يا مرحبا. كان تأييد عظيم. وترتني قطعت والله ولأنه مكان يجمع المثقفين والأدباء فلازم تلقى فهد البقمي. مرحبا أستاذ فهد، كيف حالك؟ أقول شيء، أقسم بالله إني دخلت قلت هذا مكان نايف. الله يعزك يطول في عمرك. جيت اليوم. الله يعزك يطول في عمرك. إيش رأيك بس؟ وطيارتي ترى بكرة للصين راجع. لا والله ما تروح. دايم إذا شفت أبو عبد الله يطالع فيني مبتسم أحس إنه ماسك علي شيء. الله يحبك. طمني تكفى في شيء، أسلم نفسي. الله يحبك. الله يعزك. شعور غريب ترى. شعور غريب؟ اي والله. كذا الحين هذه الأوبرا الصينية الربع، شفتها؟ هذه يحطوا لك الأبرة